السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد. إذن زرغيثما من مظاهر الرحمة رحمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمته، فنناد أن النبي صلى الله عليه وسلم إدعاء رب العالمين وكان يرحم الأمينس، فمن بعد مدي قرأ والد إبراهيم عليه السلام، ومن بعد مدي قرأ والد عيسى عليه السلام، يترون نبينا صلى الله عليه وسلم نسيار بين الأمين والأمين، فغنيس رب العالمين إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. نسر حثنا كنصردونس الأمينش وكن سحزنا را، فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام كن يدينا رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحيم يثمى بأمته، شفيق بأمته، رؤوف بأمته. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يثمى أرغدبين أنه يتخمين في الأمينس هذه الصلاة، هذه الشعيرة، شعائر الله، شعيرة من شعائر الله. الصلاة يثمى إلى ركن من أركان الإسلام، إلى دنيني كثير من الناس تهاونوا في هذا الركن، خاصة شهر رمضان. إلى الحمد لله ذو الفرصة خلا ويثمثنا غكا مرة دي لحق رمضان تظلان ولله الحمد، ولكن مرة ولا خلا ويثمثنا غسلوا كان يلحق رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وذو الفرصة للتوبة وذو الفرصة للإنابة. ومع ذلك حتى في شهر رمضان وديت قلالة غد يصدي الظال، يعني هذا شيء يؤسف له، شيء يؤسف له. كيف ذلك؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان تعلم أن الصلاة الفريضة الوحيدة التي فرضت في السماء. جميع الفرائض يجدي فرض رب العالمين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام افرض سنسدق القاعة باش كدبان يثمى غد نبين أنه شرف الصلاة وقيمة الصلاة وأهمية الصلاة أنه رب العالمين يسدي فرض ذاك القاعة، وإنما يفرض السد رب العالمين من فوق 7 سماوات. الإسراء والمعراج لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء لملاقاة ربه، ذلنا يسدي فرض رب العالمين الصلاة. وأول ما فرض الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصلاة كانت 50 صلاة. اسمين يسدي فرض رب العالمين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تظل يتكتز ولا يتمام 50 صلاة، 50 نظل يتمام. ثم بعد ذلك اسم اللي دوتر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يملقى نسى واحد موسى عليه السلام دينا يدي لنا الحوار، دينا سيدنا موسى عليه السلام من ارجع إلى ربك، أذرنا غاك يخفف في الأمينش الناس جربا كنشتاق الأمين وزمرنا راه اقل رب العالمين اطلب وكنا دي السخف في الأمينش. دينا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إقليت مغ رب العالمين
السيخ في فسد أبي مزوار زقن ثم غاسمين غيدي قلي من قد موسى يعاود يسق يرنو الناس قدي السخفف يعاود يقل رب العالمين يقل نبي رب العالمين يطلب يوكن ذرنو غاسدي السخف في الأمين سكن مرة يثمى شفقة ورحمة لأمته يوقل أنه أصدي فرض ربي الحاجة مش زمرنا لا يطيقونها وما نتعتب ومع ذلك كان يقل غرب العالمين أميذين السخفف سديتما 5 صلوات أميذين يثقل 5 صلوات ومع ذلك موسى عليه السلام إن يسن بنا محمد عليه الصلاة والسلام عاود قرا غرس فإن يسن بنا محمد عليه الصلاة والسلام استحييت من ربي الناس خلاص استحق ربي بمعنى غيثما الشهد مسلين بغدنينيا الحاجة تمزوات تبين ديثما رحمة رب العالمين لأنه فرضات رب العالمين 50 صلاة ثم يعود الرياغتين 5 صلوات ولكن في الأجر أمينيك تزلن 50 صلاة إنك لبنو غادي يقيم بالأجر 50 صلاة ولكن الواقع 5 صلوات ثم تبين الرحمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سي الأمينس أنه كان رحيما وشفيقا بأمته يحرس يثمى أشد الحرص وكن أمش لا يشق على أمته وريت ضيق في الأمينس فغيقل رب العالمين يطلب رب العالمين وكن ندي السخفيف في الأمينس أميذين السخفيف رب العالمين في لنا نقليت ما 5 صلوات 5 صلوات مرستيني تكر بند ما تزلط أثني لحقد شهر رمضان فرصة إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام شكل مراد لحق رمضان ينادي مناد من السماء يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر أويني بغان الخير واحدة ثيان الخير أويني لاني دوم الشر سنقص بالشر ثاني لحقد الخير أستيني تكربنا دم تزلت 5 صلوات شيني والله ما سعي غير الوقت ورسعي غير الوقت إما لو كان تقين 50 صلاة دا شو ردنيني مايل 5 صلوات يتما ورد نسعى راه الوقت واش نفكر الحقيسي رب العالمين الدنيا نفكر يسك نسقان الوقتيس ذا الوقت مرة دا شو ردني لو كان يتما 50 صلاة انكفر ربي سنيني غير بي 50 ونزمر راه ونتزل راه الرحمن ربي الرحمن نبي ثاني يخفات 5 صلوات شاهدوا مثل يثمان شوف يثمان الرحمن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سل أمينس أنه كان شفيقا به ثم كذلك رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يثمان يدي تبين الأمينس رحمته في التشريع فهو ليش يثمان الشريعة غيلا السخف في سيد رب العالمين إن بينس رحمة له أنشتن الشريعة الإسلامية في كل الشرائع يثمى وكم كغا يثمى دليل خير دليل ذين غينسعي شي يثمى السنية وهي صلاة التراويح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يثمى باش كثر ما يثمى غمشي يتبدا يثمى صلاة التراويح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يثمى وليش ما يسمى بصلاة التراويح ولا شيء ينسال ترك صلاة التراويح ولاش وإنما أمكن يتبدأ صلاة التراويح النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذات يوم من أيام رمضان خرج في جوف الليل يفقد جيد يروح الكعبة يبدأ يزول يقيم الليل ولا في ذكران الصحابة بالسنة 3 إنسان وسند غرس فصلوا بصلاته على الزلون فيرس وكان النبي صلى الله عليه وسلم إماما بهم نونيك 3 إنسان أسكويا يفغ الأخبار أنه النبي واحد كرام الصحابة الزلون العشاء أسكويا ميدي فغ النبي عليه الصلاة والسلام العشاء كالعادة غادي قيم يفاد الغاشي غير ناد شوية
لأنه يدى الخبر. فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية بالناس، فخرج الخبر يعاود يفق الخبر. أثنى النبي يزولس الغاشية العشاء، مي يفق الخبر يثمى واسكوين ثلاثة مدي يفق النبي صلى الله عليه وسلم يزول يقوى الغاشية. الله يبارك، يقوى الغاشية ويس 4 يثمى ودي في غار النبي صلى الله عليه وسلم غادي الزرزيس، والصحابة غادي يغرب بفلاسن لا نتعسانث ودي في غار غادي الزرزيس. اسمي يسقسانا سكويا صلاة الفجر، مي فوق تزالة الفجر يدور دا غرس بعدما تشهد وحمد الله عز وجل الناس ثنود في غار غرنو إواك نظل غزيول إواشو خشية أن تفرض عليكم، خشية أن تفرض عليكم وخشية أن لا تطيقونها. إناس وكذا غثنا تفرض رب العالمين في اللون صلاة التراويح، وكذا غثنا تفرض في اللون واستزمر مرا ثم لا تطيقونها ثوال ما يثمى رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم يتسجد في الأمينس. لكن يغدينا رب العالمين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يوقف في اللسن راح تفرض رب العالمين في اللسن ومعاد استزمرنا يجت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام دخلنا يثمى صلاة التراويح تظلن كل يوم تظلن إيمانيس. اسمي يموت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، يموت نبينا انقطع الوحي، يعني ولاش داينا مشى لنا تتوافر في عهد أبو بكر الصديق رضي الله عنه يثمى تقيمة كنيا أكل مثلك العهد النبي كل يوم تظلت صلاة التراويح إيمانيس. في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمي ولا مسلمين الجماعة من فراقل كل يوم يتظل إيمانيس ولا أنه من الحكمة من المصلحة أن يجمع وكان تظلون بإمام واحد. فأمر أبي بن كعب قارئ من قراء الصحابة وكان ذي الزرزيسان فصلوا جماعة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسمي ولا كني مسلم جماعة مدكل مخاول بإمام واحد. قال نعمة البدعة هذه. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل يعني إحياد السنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم ما يثمى بعد الأذان إن شاء الله. نسعى يثمى جمع تبرعات لفائدة الجمعية الزاوية سيدي إسماعيل. أنفقوا ينفق الله عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. أنا ختم درسنا غاية ما سقسايا ويدي سقسايوان فإنايش مثلنا
هل يجوز تأخر المصلين في صلاة التراويح حتى يركع الإمام ثم يقوم ويكبر ويدخل في الصلاة؟ سيم الظاهرة يثما سقسانيت فلاس خلا هو يثمثنا وهو 18 مليح شكل مرة دي الحق رمطار، وهو أنه خلا هو يثمثنا يا إما ويكني يتزالا نزدفير خاصة ثقوم ويكني لنك الصفوف الأخيرة نغز مرة تيلي غاكا كرامي مكان الصفوف، وهو أنه مرة ديرين الشيخ يقيم يكر على صلاة التراويح يكبر على صلاة التراويح انت وريد تكبير واحد الإمام، وإنما غادي قيمة كنستغيميت والإمام غادي يقرأ هذه عاس الشيخ الإمام حاشا ماذاين يسحوس أنه يتدو غادي يركع نغمي داين يركع أذكر المأموم النير أذي كبر وذي يركع وذي يكشم واحد الإمام نيك ما إلا يجوز كان أنا خاطئ الحاجة تمزوها شردني غايثما أنه تعمد ترك الفاتحة مع الإمام ذي غيثما فيه خلاف بين العلماء. من العلماء ذي قرن يثما أنه وين يعمد يجان الفاتحة وحيد الإمام إنك تظليتيس يعني ركعني تبطل، ومادام ركعني تبطل قرنك تظليت وتصحر. ويكي بعض العلماء بالراجح يثما أن جمهور قول العلماء أنه من أدرك ركوع الإمام فقد أدرك الركعة. جمهور فقهاء العلماء أنه وين يلحقن الركوع وحيد الإمام يلحق الركعة، ولكن أدريني غايثما ويكي تسمع نكيس المعاملين راح تخالفن عدة أمور فيه عدة مخالفات. لا شوت أنت المخالفتين الحاجة تمزورث أنه الإنسان مرة يقيم بالصف وريك شي مرة الزليث راح تجي الصف مقطوع، هي مخالفة أولى لأنه وإذا يتزلى شو تزلى ترى ويوري تزلى بمعنى أن الصف مقطوع شي ثقلت تلمس أم تعرصت مادام تكشم تراك الزليث، هي مخالفة أولى. مخالفة ثانية غيثما أنه سروح يتلاجر وهو أجر القيام، والنبي عليه الصلاة والسلام شو قال من قام رمضان أو من قام مع الإمام أو من قام قيام الليل من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني إنسان يحتسب الأجر مرة يصدي الزال واحد الإمام قياما أدي يصدي صبر شحال راه تصبرت ديكرا كنيسقان ديكرا دقايق ما إلا غذلا الشانو يفكي ولا نتوالي ثايث ما ميت الساعة ونص ميت ناس وايع ذايني وذي قيم وذي بد وذي صبر الدنيا نصبر كان من الأولى غيثما أنه نصبر إلى خرط. فمن قام مع الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. ثالثا صلاة النافلة غيثما يجوز الإنسان غادي يزال تغيميث ماشي غير صلاة الفريضة. الصلاة الفريضة وين يكزمر غادي يزال سوبديد القيام أبديد ذو الركن وين يكزمر غادي يزال سوبديد وبليجي فلاس غادي يزال سوبديد وين يكزمر لا غالب غادي يزال في كرسي. مقارنة بصلاة النافلة غيثما صلاة النافلة غاسو كان يزمر غادي يزال سوبديد ما إلا غيبغى غادي يزال تغيميث يجوز، ما إلا غيبغى غادي يزال سوف الكرسي يجوز. ولكن يثما وين راضي يزال نسوبديد وين راضي يزال نستغيميث قل أجر ومساوانا راه بمعنى وين راضي يزال نستغيميث أذي يويق لاجر أزقل أذي يويق لاجر أزقل فوين راضي يزال سوبديد. ثم غيثما النصيحة غرد نفكي ويثمثنا وبالأخص يثما خاصة ويكني غيدي تسيلين ذفير يعني مجرد غادي يسلم الإمام غادي يقلع ذفير يعني غادي يحس حاشا ماذا يكبر الإمام يفك القراءة وغادي يركع وانت تذفير شو راه يخدم تتصف تحكون كوا واحد يمدو كاليس راك تشوشت في ماك المصلين. دائما بالصفوف فين قولت تسيلي شويه من الفوضى
إواشو غادي يقلع دفير غادي يقيم غادي يحكي واحد من دوكاليس يتعاشى الشيخ وبقى راضي يكبر. النصيحة غارد نفكي ويتمثلنا غاسلو كانوا زمرت راه غاتزاد شو بديت اقيم كانش تغيميت اقيم شوف لو كرسي كبر تكشمط واحد الشيخ وزمرت راه تزاد شو بديت وتقيم راه غاكين حاشا مداين يكبر الشيخ باش كتكرط اتكبرت وتركعت اكن تقيم تستغيميت الحمد لله النافله يجوز تزال تستغيميت اكن استغيميت يقيم شوف لو كرسي يكبر الشيخ كبر تكشمت ديالس اقليك صوت قراءة القرآن ووين يقصني القرآن خارج الصلاة وحيد وين يقصني القرآن داخل الصلاة ماشي ديون لاجر فوين يقصني القرآن داخل الصلاة راضي وين لاجر كثر وين راضي يقصني القرآن خارج الصلاة. ولهذا غيثما من المستحسن أنه وين يزميرنا راه غادي الظالم سو بديد الظالة يثمان شوف له كرسي نغزالة كني تقيم تجونو أكن استشراري هكايا يكبر الشيخ كبر الله أكبر أقيم أكن زالة كن استشراري نيش نغا كنشوف له كرسي أسمى راضي كبر الشيخ الركوع عاود كرد كبر تعاود تركعت ما إلا غوض زمير طرح حتى غتكرط الزالة كن يثمان شوف له كرسي الحصول يثمان أنه تظليت على قول جمهور فقهاء العلماء تظل الصحة إلا أنه فيه بعض المخالفات أين يسلم كيام وذي قبل ربي في الله أجمعين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته وأن يوفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا ولقيامه إيمانا واحتسابا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.